نذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا لهذا اليوم، وهو كالتالي: برأيك هل المنتخب المغربي قادر على التتويج باللقب العالمي؟ نعم أم لا؟ يمكنكم المشاركة معنا مشاهدينا والتفاعل عبر هاشتاج البرنامج الظاهر أمامكم على الشاشة بخصوص موضوع هذه الحلقة. في المغرب ليلة استثنائية عاشتها شوارع العاصمة الرباط بعد خروج المئات للاحتفال مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي تحت 20 عاما لنهائي كأس العالم في إنجاز تاريخي وغير مسبوق لكرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا مهدي فوتي. صدى التأهل بمدينة فالباريسو بالشيلي اخترق هدوء وصمت الرباط. ليلة استثنائية عاشتها شوارع العاصمة، حيث تجمهر المئات للاحتفال بعفوية بوصول منتخب أقل من 20 عاما لنهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية بعد تجاوز عقبة فرنسا. إنجاز يرفع من سقف طموحات الجماهير التي تؤمن بقدرة كتيبة محمد وهبي في تحقيق حلم التتويج باللقب بعد إطاحتها بكبار اللعبة تباعا. كانت واحد القتاليه اللي ما شحال هذه افتقدناها في الكره المغربيه، وبينوا لنا بان الدراري رجال، وفرحوا الشعب المغربي من طنجه للقويره، وبينوا بان القاطره الكرويه بالنسبه للمغاربه راه غاديه في واحد التصاعد، ولينا كننافسوا فرق عالميه اللي ولاو كياخذوا منا الحيطه والحذر. مبروك علينا على المغرب، على شمال افريقيا، على الافارقه، على العرب، على المسلمين. الاداء ديال هذا الشباب، هذا الجيل، وهو الشباب يبهر الجميع بالاداء تاعو، باللاعب، بالقتاليه، بالرجوله، بالتقنيات اللي فيها. وان شاء الله باذن الله لا كوب دي موند تاع الشباب غيكون في المغرب، وكاس العالم ان شاء الله باذن الله غنكونوا في النهايه، ولما لا ان شاء الله باذن الله نديو. هذا الشيء اخويا راه تعودنا عليه، المغرب راك عارف، راه هذا الشيء ما بقاش جديد عليها من المونديال ديال 2022 في قطر. وما جاء الانجازات دابا ديال المغرب جاو الحمد لله كلشي بخير، والحمد لله وحنا فرحانين بهذا التاهل هذا، وان شاء الله غنديوه ان شاء الله بجهد الله. خطوة واحدة تفصل المغرب عن المجد العالمي. الرهان الختامي يواجه فيه أبناء محمد وهبي منتخب الألبي سيليستي حامل الرقم القياسي في البطولة ب6 ألقاب. منتخب انتصر في جميع مباريات هذه النسخة مسجلا 15 هدفا، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط كأقوى خط دفاع. أعتقد أن المباراة النهائية لن تكون سهلة على الطرفين، ولكن مجرد الوصول إلى المباراة النهائية أعتقد على أنه طموح المنتخب المغربي واستلهامه أيضا من يعني النجاحات الأخرى، من أيضا الحمولة التي يأتي بها، لأنه منظم لكأس العالم، مقبل على تنظيم كأس إفريقيا، له من الإمكانيات ما يجعله أنه يقارع الكبار. أيضا لم يعد حلم الوصول إلى المباراة النهائية أو مقارعة الكبار هو لم يعد مستحيلا بالنسبة اللاعب المغربي او كره القدم المغربيه. من هذه المنطلقات اعتقد على انه ستفتح الباب او سيفتح الابواب امام هذا الجيل من العناصر المغربيه من اجل مقارعه منتخب ارجنتين. إنجاز منتخب أقل من 20 عاما عنوانه التدرج والاستثمار في القاعدة، يجني المغرب ثماره في مختلف الفئات السنية ويسعى لتكريس ذلك بتتويج غير مسبوق من بوابة اختبار المهمة الأخيرة أمام الأرجنتين في نهائي البطولة.